عند الكوارث الطبيعية لا يمكن لأن الحكومات أن تلبي احتياجات المنكوبين من دون دعم المبادرات الأهلية. هنا تظهر مشاعر الوحدة الوطنية والأخوة والانتماء، وقد ظهرت بالفعل في المغرب. قسما بالله إلى هذه الميزة هذه كاينة غير في المواطن المغربي والمواطنين المغربيات. هذه القيم ديال التضامن والتآزر والتعاون اللي بينوا عليه المغاربة تتفوق حتى على شنو انت كتخيل. والله لا كنفتخر أنا مغربي، أقسم بالله. يعني كيحصل لي الشرف أنه أنا مغربي. هذا الزلزال اللي وقع في المغرب خلانا نحزنوا على خوتنا اللي ماتوا، ولكن اللي كيوقع دابا راه ما يمكنش الخوت، راه تبوريشه. تفاجأت وتبورشت بكمية الناس اللي باغا تعاون. توافد الناس إلى المحلات التجارية لشراء المواد الغذائية من جيوبهم والتبرع بها للمتضررين من الزلازل. شفتوا الشعب المغربي في التحديات كيفاش؟ شو تبارك الله، شو الخير شفتوا اللحمه كيفاش دايره؟ وكل شيء ناض تعاون، صغير كبير، اللي عنده واللي ما عندوش. ما عنديش باش نعاون خدامه نعاون بهذا. الكل يساعد بطريقته. من لم يشتري مثلا سخر سيارته لإيصال المساعدة. زيد السيارة رقم 10. ما شاء الله ما شاء الله. مولين طاكسيات واقفين واحد مورا واحد كيقول لهم اللي بغى يمشي لشي بلاصه مرحبا فابور. كل شيء ناض كيعاون. المغاربه اللي في المغرب، الجاليه المغربية أنا اليوم فاجأتوني. والحمد لله وصلنا لجوج ديال لي كونتينير، معدات طبيه، مستحقات نتاع الاطفال، لي كوش، الأدوات ديالهم، الألعاب، الملابس، كل شيء عندنا الحمد لله. المغاربة قادرين يعطيوك درس في أي شيء. ولد صغير يطيح في حفرة بحال ريان يعطيوك درس. قسم من بالله نجبدو ولا ما جبدتوش قدام هاد الناس قول لي انت ماشي راجل وجاي من كازا. قسم من بالله ولكن ما كيبغيوش، كيقول لك يعني هو ضايع ونزيدو نضيعوك. كنا دابا غير كنعرفوه كنشوفوه ميت ما يبقاش فينا بحال هيدا دابا، ولكن كتشوفوا يعني باقي برا. يشاركوا في كأس العالم يعطيوك درس. وعند كل انتصار كان لافتا جدا للعدسات العالمية لجوء اللاعبين اولا الى احضان امهاتهم. هذه المشاهد وصفها الناس على مواقع التواصل الاجتماعي ببر الوالدين. الوطن العربي كله ملتف حوالين اسود الاطلس، مش بس علشان ان هم بيكسبوا، لا، إذا ضربهم زلزال يعطيوك درس. في كاع المناسبات سواء كانت حزينة وأليمة ولا مفرحة ولا سعيدة، دائما المغاربة يقدمون دروسا للعالم. فما صف عمال يتوال في المغرب في المدن الكل. هذا المشهد الخارق العادة هو حملة التبرع بالدم. آلاف وآلاف المغاربة شادين الصف، وهذا نقول لهم راهو هذا المشهد هو يمثل تاج على رؤوسكم يا أخوتنا المغاربة. وبهذه المناسبة تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله فتبرع بالدم، وهي التفاتة كريمة تجسد العناية الملكية السامية وتعبر عن تضامن جلالته حفظه الله الكامل وعطفه على الضحايا والعائلات المكلومة. وعاش الملك. وهذا الشيء اللي راهم يديروه العالم كامل راه يهضر. فما هبة تضامنية عالمية منقطعة النظير. أعربت عدة دول عربية وغربية عن تضامنها مع المغرب. عمري ما ريت أنا هذه الهبة في كل بلدان العالم، خاصة البارح بقبل المباراة والحاجة الباهية دقيقة ريكويمون ترحم على ضحايا ومصابي الزلزال. والحاجة اللي فرحتني أقسم لكم بالله هي الريفيزي فرنسا. Heureusement que le Maroc a refusé l'aide de la France, parce que Macron dans sa tête, il se croit maître de l'Afrique. كيحسب له اللي هو اللي حاكم الافريق كامله. ماكرون نشر مقطع فيديو وجهه للمغاربة. Bonjour, je voulais m'adresser directement aux Marocaines et aux Marocains. عطينا امتساحنا بالله الشرع معاه. وماكرون الصحافه ديالهم بغا يجريو. علاش ما قبلناش؟ ما قبلكمش اخويا من الاخر. لا مع شعب وبركه تاعي. واش ندير بكم نتوما؟ قال لهم ما محتاجكمش، شكرا عندي الشعب ديالي. Nous parlons le langage des applaudissements. والتطلع إلى المستقبل. Et vous parlez le langage des sifflements. Nous parlons le langage de l'amour et de la fraternité. Et vous parlez le langage des gifles. عاش الملك.
منذ الزلزال الملك محمد السادس يرفض الإجابة على الاتصالات الهاتفية ديال ماكرون. محدش يتصل يصوني وما كانش اللي يجاوب. محدش يتصل يا ولاد الوسخه. انا ما نديرو ضرب راسك معاه. واكدت ذلك وزيره الخارجيه ديال فرنسا. فبطبيعه الحال حرض وسائل الاعلام ديالو انها تهاجم المغرب. وجاءت العناوين هجوميه بالنسبه لملك المغرب: السياسه تسبق الانسانيه. يا سلام يا اخي، والله العظيم اخلاقك العاليه دي احرجت ميتين اهلي. اليوم ما يخلطوا يبغوا يديروا لهم مشاكل في البلاد ويبغوا ما يقدروش. الشعب هذا متلاحم مع ملكه ما تقدرولوش. المغرب قبل عروضا من 4 دول فقط. بالنسبه لهذا الخبر ديال واخيرا تم قبول مساعده الجزائر الى المغرب، ما كايناش منها الاخوان. الجزائر لم تساعد المغرب والمغرب لن يحتاج مساعده الجزائر. تبعدي منها العار. ومن هذا الشيء كامل اخويا رجعوا على السيد الوالدي، طلقوا صراحه هذاك اللي مجدود 18 شهر على قبل انه دخل ذاك البحر المعفن ديالكم. ونهار المغرب طلب بالجثمان ديال هذاك الدري باش يتدفن حدا الاهل ديالو، طلبوا 40 مليون باش يصيفطوا لينا الجثه ديالو. وباقي شادين واحد في الحبس، شادين ولادنا احياء وامواتا، وجاي انت باغي تداوي ليا واحد في مراكش وتهزوا عندك الداوي. كيف يعقل؟ علاه من كضحكوا؟ حنا لا نتوما لا منكم فرنسا ما قابلين لهمش يدخلوا عندنا. نهار عاونتوا تونس باقي ليومنا هذا كتجبدوها اليوم. اقسم بالله العلي العظيم لو كان المغرب قبل المساعده ديال الحكومه الجزائريه قسما بالرب لا حتى 2090 وغادي يبقاو يجبدوا لينا في هذه المساعده. الحكومه الجزائريه والحكومه الفرنسيه ما كنتسناو منكم لا مساعده لا والو. حنا ما نحتاجوش شي واحد يقدم لنا المساعدات، حنا شعب كيساعد راسو براسو. متعاون ما محتاج حتى شي دوله، ما محتاج حتى شي واحد. وكنتسطاو على بلادنا وكنحماقوا على ملكنا. وعاش الملك وعاش الملك وعاش الملك.